تخيل تصحى من نومك في يوم عشان تكتشف ان عيلتك مش هي عيلتك، لا بل مجرد كيانات جاية من اعمق اعماق الجحيم. انا صحيت من النوم بعد ليلة طويلة كانت مليانة كوابيس على غير العادة، كوابيس مخيفة ومرعبة. اعتقد السبب كان فيلم الرعب اللي اتفرجت عليه بالليل قبل ما انام. كان فيلم غريب جدا، لقيته في كمبيوتر خالي القديم، حملته على الموبايل بتاعي وقلت اتفرج عليه في السهرة، وده بحكم اني بعشق حاجة اسمها افلام رعب. الفيلم كان بيتكلم عن عيلة عايشة في بيت واحد، عيلة كبيرة متكونة من اب وام و5 اولاد. في يوم الابن الصغير صحي من النوم عشان يكتشف ان اللي عايشين معاه دول مش اهله، دول كيانات مجهولة قتلت عيلته ولبسوا اجسامهم، وكان طول الفيلم بيحاول يهرب منهم عشان ينقذ نفسه، لحد ما في النهاية للأسف انتصر الشر وقدروا يقتلوه هو كمان. دي بقى كانت قصة الفيلم اللي أنا شفته، واللي أكيد كان السبب في الكوابيس الكتيرة اللي حلمت بيها. المهم أنا نزلت على تحت، لقيت أختي الكبيرة واقفة في المطبخ، ولما سألتها على ماما قالت لي إنها خرجت راحت السوق ومفيش حد في البيت غيري أنا وهي. حطيت لفتر وقعدت معايا تكلمني شوية، لكن الحقيقة أنا ما كنتش مركز في كلامها، كنت مشغول بالأكل والتلفزيون. فجأة لقيتها نادت عليا بصوت غليظ، صوت بعيد خالص عن صوت أختي الرقيق، ولقيتها بتقولي ركز معايا، انت فاهم؟ ركز معايا وانا بكلمك. بصيت بصدمة لقيتها بتكرر بغضب انت فاهم؟ انت فاهم؟ هزيت راسي برعب، ايوه فاهم. لقيتها رجعت تاني لطبيعتها وابتسمت، لا وكملت كلامها. كنت ببص لها بحذر وخوف، ولسه عقلي مشغول بفيلم امبارح. خلصت اكل واستأذنتها وطلعت اوضتي، وكل اللي انا بفكر فيه اكيد مستحيل، لا ده مجرد فيلم يعني مش هيبقى حقيقي. لكن تصرفات اختي كانت غريبة فعلا، نبرة صوتها، نظرتها، طريقتها وهي بتكلمني كانت مرعبة. حاولت اطرد الافكار دي لكنها كانت مسيطرة عليها بطريقة كبيرة. عدى ساعتين وسمعت صوت الباب بيتفتح، اكيد ماما دي اللي جت. نزلت بسرعة وانا سامع صوت ماما واختي بيتكلموا، ولما قربت من المطبخ شفت خيالاتهم ظاهرة على الحيطة. ما كانوش اهلي، كانت خيالات كيانات غريبة طويلة جدا ورفيعة، وكان على راسها قرون صغيرة، وضوافرهم كانت طويلة والصوابع كانت رفيعة جدا. اتجمدت في مكاني في الوقت ده. دول هم نفسهم اللي كانوا في الفيلم الرعب بتاع امبارح. ايوه انا فاكر شكلهم كويس، بس ازاي؟ انا اكيد نايم دلوقتي وده كابوس بشوفه. لكن وانا برجع لورا حسيت برعب لما اتخبطت في الترابيزة اللي كانت في الممر، والمزهرية اللي كانت عليها وقعت. سمعت خطواتهم جايين في اتجاهي، انا مرعوب ومش قادر اتحرك، قربوا مني خلاص. ايه ده؟ هما نفسهم اهلي، دي ماما ودي اختي وده اخويا، لكن خيالاتهم والظلال بتاعتهم كانت مختلفة، كانت مرعبة. بيقربوا مني وهم مبتسمين وبيتابعوا نظراتي ليهم. قرب مني اللي شبيه بماما وابتسم واتكلم بصوت بطيء ومرعب. انت خدت بالك؟ ايه ده؟ خدت بالك بسرعة قوي يا تميم، كنا ناويين ننبسط معاك شوية الأول، لكن الظاهر انك كشفتنا بسرعة. انتوا مين؟ وفين اهل الحقيقيين؟ ردت عليا شبيهة اختي، احنا مش عارفين اسمنا الصراحة، لكن انتوا بتقولوا علينا اهل الظلال. احنا الطفيليات كده، لازم ندخل في الجسم عشان نتغذى ونعيش. بس انت عارفنا يا تميم، مش معقولة نسيتنا بالسرعة دي. انا اعرفكم منين؟ عارفكم ازاي انا؟ طيب. سمعت صوت ضحكة ساخرة، سمعتها من ورايا، فاتلفت لقيت شبيه اخويا. انت نسيت بجد ولا ايه؟ مش كنت بتتفرج علينا امبارح؟ رديت برعب، بس ده كان فيلم. ايوه كان فيلم، يعني تمثيل، ازاي انتوا حقيقيين؟ شبيه ماما ردت وقالت لا ما كانش فيلم يا تميم، كان تصوير حقيقي، وكل اللي شفته كان حقيقي.
انت اللي شغلت الفيلم، انت اللي استدعيتنا يا تميم، ودينا جينا اهو، مش باقي غيرك. وبصراحة كده ابني الصغير متحمس عشان ياخد جسمك. تعالى يا تميم، تعالى لماما يا حبيبي. انا جريت اتملكت نفسي وجريت رغم الرعب اللي كان مسيطر عليا. دخلت اوضتي وقفلت الباب، سمعهم هما بيضحكوا وبيقربوا على اوضتي، انفاسهم واصواتهم الكريهه حاسس بيها وسمعها. هما خلاص واقفين على الباب وبيحاولوا يفتحوه. تميم حبيبي، افتح لنا يا تميم. انتوا كمان سامعينهم صح؟ ارجوكم ساعدوني، انا ساكن في شارع الزهور العماره الثالثه رقم 13. ارجوكم اي حد شاف الفيديو ده دلوقتي وسامع صوتي يجي يساعدني. انا مش عارف اتصل بالشرطه، مش عارف غير ان اسجل لكم الفيديو ده وانزله على النت. ارجوكم الحقوني. ولحد هنا خلصت قصتنا. يا رب تكون عجبتكم وتصبحوا على خير.